نفسي اعرف انت بتعمل معايا كده ليه؟ نفسي اعرف. عملت معاك كده لاني حاولت معاك كتير. حاولت معاك مرة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة وعشرين وتلاتين. تفهم يعني ايه اخوة، تفهم يعني ايه اخ، وانت ما انتش عايز تفهم اي حاجة. فمن الاخر زهقت منك يا اخويا. يا اخي يا اخي ده انت مكره فيا ولادك وولاد اخواتك، ومكره اخواتك فيا كمان. عايز ايه تاني؟ يا اخي ده انت مكره اخواتك وولادهم فيا، وولادك مكرههم فيا كمان. لمجرد انك انت شايفني ما ينفعش اكون اخ. ليه طيب قول لي؟ ما ينفعش اكون اخ. يا اخي ده انت لما بتتعب بتقول اخ، انا لما بتعب بقول اخ. اي حد في الدنيا بيتعب يقول اخ. الاخ دوت يعني عمر كامل ربنا فيه مع بعض. كلنا في طبق واحد، نمنا على سرير واحد، استحمينا في طشت واحد، ذاكرنا على طبلية واحدة. احلامنا كبرت مع بعض. ابوك هو ابويا، وامي هي امك، والبطن اللي شالتني هي البطن اللي شالتك. واخيرا لما نموت اسمنا هيروح انا وانت. اسمنا هيبقى الجثة او الميت. هيقولوا لك الجثة اهي، الميت اهو، مش هيقولوا لك اخوك اهو. ومحدش هيقول لك اخوك هادي اهو. كل اللي هيقول لك الجثة او الميت اهي. وعايز اقول لك حاجة كمان، ولادي هم ولادك، وولادك هم ولادي. وعايز اقول لك حاجة كمان، لو في يوم لقيت ولادي عريانين هتغطيهم، وانا كمان لو لقيت ولادك عريانين هغطيهم. بس عايز اقول لك حاجه كمان، وحاجه مهمه انت نسيتها قوي قوي قوي. انت نسيتها لما حرمت ولادك من اهلهم، عمامهم وعماتهم. بس عايز اقول لك حاجه اهم، لما ولادك يكبروا هيشتاقوا لعمامهم وعماتهم غصب عنك، وساعتها ممكن عمامهم ما يعرفهمش. انا اسف، حقك عليا. اسف مش بالكلام، ولما تفتكر انك انت ليك اخ انا موجود. السلام عليكم.